ايوه. كلام بيقولوا تاني ان في معاملات بين ما بين حوارة، في معاملات بيزنس بمئات الملايين كمان. بمئات الملايين. فين هي؟ طب لو بمئات الملايين، طب ما يجي انا عليه شيكات بكل شهر ب 410,000 مش قادر تديتها تاني 6 شهور. هتعمل ايه بالملايين يا سيدنا؟ اعمل بها الملايين هاخدها فين؟ اوزان عيالي في البيت. مش البشاير نشرت ان زوجة الاسقف ماتت؟ في ما البشاير نشرت ان جارة الاسقف اتوفت. ايوه. هم ما عارفينش ده راهب. بقى يعني العجائب والطرائف كثيرة في الاعلام المصري. ما انا اللي بقوله كالاتي، انا ارجو الاعلام يتوحى الحقيقة والصدق قبل ان يكتب. عشان كده احنا في نشرة الاخبار القبطية بننحت في الصخر نيافتك، احنا بننحت في الصخر. ومع ذلك اللي انا قلته وبقوله باستمرار، حرية الصحافة غير منضبطة هتؤدي بانفجار في المجتمع المصري. مظبوط. اصولا مجلس الشورى يراقب مثل هذه الجرائم. ايوه. لازم في مراقبة طبعا، مش اي واحد يكتب اي كلام يعني. طيب. وبعد كده يقول لي ان انا ببحث على البلطجيه لاحمد تجار المجموعيه البلطجيه مين؟ انا مين؟ وبعد كده جايبيني مع واحد اسمه نوفل ده كان الحكومه جت قالته انا كنت اسمع عليه سمع. ايوه. انا كل بلطجي يطلع في اي مجتمع يبقى منسوب لرأي الدين او رأي الشخصيه. شيء عجيب جدا. انا اعتقد ان المقال ده علشان يبيعوا شويه اعداد زياده يعني. لا ده مش نبيعه، انا بحلله كالاتي. أيوة. اضعاف القضيه. ايوه. لاضعاف القضيه. وبعد كده جايبين حكايه ان بيقول ان ده سبب خلاف بيني ما بين عبد الرحيم الغول عشان تجاره الاثار. لا ده في الدخول في السياسيات والكلام ده كله. مجد ايوب الخلاف بينه ما فسدش القضيه، ده كان خلاف على ابناء كنيسه اتحرجت في 2004. بعد كده جت لجنه قالت ان هي تزال، لجنه قالت ما تزالش، حولنا الامر للمجلس القومي للامنيه. المجلس القومي للامنيه طلب مبلغ 60,000 نرفات. لما لقي المحافظ ان انا زعلان دفع حول في الرسوم وجت عينت وتقريرها منتظرينه. ولا هم عايزين مقاطعة وعايزين يتفرجوا علينا. شيء عجيب. لما كاتبين هنا ان انا برشين عشان زرت المحافظ بعد الاحداث المحافظ جه المترنية 4 مرات. ايوه. واتصل بيا بيقول انا اجيلك، قلت له لا ما تجينيش انا هجيلك. ايوه. فرحت زرته. قال لك ازاي ازوره وانا بقول له مش عايز منه تعويضات. لما ده موضوع. ايوه. اذا كان في ود نعرف نتكلم ونتواجه، ما فيش ود يبقى في قطيعة. وبالفعل التعويضات النهارده بتصرف من المحافظين بتوع فرشوت. في تعويضات بتصرف الان؟ ايوه النهارده. طب كويس خالص. ده تقدم حلو. طب لو في قطيعة كانت العملية ماشية. وبعد كده جايين يقولوا ايه ان في مذكرات اسقف منحرف، وكاتبين فيها ان الخلافات اللي بيني ما بين امبرشوي، خلافات بيني ما بين امبرشوي كانت كتب عنها جريدة الموجز. ايوه. جريدة الموجز. ايوه. اللي هي كتبت في شهر اغسطس 2009. وهم بيبحثوا في الخلافات اللي في الكنيسة ليه يعني؟ ما انا مش فاهم. ما هم عايزين لو مرضى واحد عايز واحد ود واحد في داهية اي شكل من الاشكال. هاي جريدة الموجز اللي هي في عددها 4 اغسطس 2009. ايوه. حتى عنوان اساقفة كينا والاقصر يخططون الانقلاب على البابا شنودة ولم بشوي. يا خبر ابيض، ده كلام كبير قوي. اي انا بعت رد عن طريق المحامي العام واتنشر في جريدة الموجز. ايوه. والرد انا اللي اتبعت بتاريخ 29/8/2009. ده موضوع قديم. موضوع قديم. انا ما سكتش، رحت جهاز المذكرة للنيابة ورفعت قضية اخذت رقم 62/60 في 2009. ايوه. ورفعت لمحكمة السيدة زينب للاختصاص والبحث. ايوه. والكلام ده سلمت منه نسخة لنيافة الانبرشوي،
هم عايزين يجددوا ايه؟ يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا ايه؟ هم بيدوروا ازاي يتخلصوا مني عشان اقباط ناجي حماد والمنطقة كلها يبقوا بالاسقف يلعبوا بيهم. سياسة واضحة اضعاف اسقف ناجي حمادي بعد ما اظهرت نيافتك من قوة في الاحداث الاخيرة. انا بقول هيك الاتي: انا لن اتنازل عن حق اولاد الشهداء والمصابين والمتضررين والمسجونين لو ادى بي الامر للاعتقال. طيب نيافة الانبا كرولوس، الكلام اللي نيافتك بتقوله ده رائع جدا، وانا سبق ليا يعني عمل حوارات كثيرة مع نيافتك ونشرنا، ويعني نشرة الاخبار القبطية كان ليها دور كبير في هذه الحادثة. ممكن اسأل نيافتك السؤال اللي بيدور في اذهان الكثيرين؟ يعني لماذا احس بعض الناس في الفترة الاخيرة ان نيافتك هديت الامور قد يكون اكتر من اللازم بعد ما كنت شديد جدا جدا في الاول؟ هقول لي ستة، اتفضل. رد عليك. هديت الامور ليه؟ ايوه. انا قدامي احداث فرشوط، ماشي، لما استمريت شديد مستمر نتج عنها 4 ايام تخريب في فرشوط. ايوه. نتج عنها تخريب 68 مكان. مظبوط. بخسائر وصلت 4 مليون. ايوه. ناجي حماد وباجورة بلد تجارية اكتر بكتير من فرشوط. ايوه. في يوم واحد اللي هو يوم 8 يناير بالليل، يوم الجمعة 8 يناير بالليل، حصل هجوم على 14 منطقة في فرشوط في باجورة وناجي حمادي. مظبوط. نتج عنها خسائر 43 مكان خرجوا. ايوه. لو استمر الوضع ده في حمادي زي فرشوط 3 ايام تاني، اللهم كانت شوف لما في يوم 43 شوف في 4 ايوه يبقى ب 200 وشويه. ايوه 200 وشويه اضرب ال 4 مليون في 4. ايوه ادخل 20 مليون. هل ديك مش خسرت بعد اولادي؟ يعني نيافتك هديت الامور حقنا للدماء، لانك شفت ان الامور وصلت لمرحلة رهيبة جدا، فحبيت ان انت تحمي اولادك. على مال الاولاد. أيوة. وانا قلت انا هقول وهتصاب واتلعن واتشتم ويقول علينا يقولوه، ولكن ما اقدرش اشوف خسائر قدامنا تاني. ايوه. انا يكفيني شفت دماء 16 واحد. ايوه. 7 شهداء بما فيهم ولاد مسلم و9 مسيحيين مصابين. ايوه. خلاف اضيف عليهم حتة تانية، انا عندي 3 ضربوا بطلقات مطاطية في 200 فقدوا عينيهم. ايوه مظبوط، والصور وصلت واتنشرت. طيب قول لي انت كأب بتلاقي كل شوية بيتك يخرب، ولو قدامك لو مغزى عن تير عامل زي الانجاب، تدخل معاه بمقاومة بمستواه وانت ما عندكش القوة اللي تقاوميها، ولا تقول كلمتين يمكن اخلي عنده دم ويسكت. انا يعني انا قلت في احد اللقاءات، قلت لو حد اخد عيال اي واحد فيكم وقال لكم اطلعوا قولوا اي حاجة في الدنيا وعيالك متاخدين او مصابين، انا اراهن ان اجدع راجل اجدع شنب هينخ علشان خاطر ولاده وهيطلع يقول اي حاجة لحماية اولاده. ده كان رأيي انا الشخصي، تتفق معايا نيافتك؟ انا بالظبط انا متفق معاك، وانا بقول الاتي: انا شفت ان النار مولعة هتاكل كل مسيحيين المنطقة. انا مسكت وقفت على النار برجليا. ايوه. وقلت يا رب اتحرق بالنهاية ومفيش ولد يتحرق تاني.